السلام عليكم. هكلمكم النهاردة عن حاجة غريبة الشكل. تخيل في 2026 في الوقت اللي احنا فيه حروب، ودول ممكن تحتل دول، ودول ممكن تقوم فيها حروب بالنووي، واستخدام بقى مسيرات وطيارات بدون طيار وأسلحة حديثة. بتنتشر ظاهرة غريبة هنا في مجتمعنا المصري أغرب من الخيال. الظاهرة دي مع انتشارها أنا أقدر أقول لكم إن المحاكم تقفل، والأدلة الجنائية يشوف لهم شغلانة تانية، وإقسام الشرطة هتاخد أجازة. الظاهرة اللي هي ظاهرة البشعة عبارة عن إن واحد ابن حلال قاعد في آخر مكان ممكن تتخيله في مصر، وقاعد بحتة حديدة مصنوعة بطريقة معينة، وكل اللي بيغرمه مكان يستضيف فيه الناس وشوية خشب علشان يسخن بيهم البشعة. البشعة دي بتعمل ايه بقى؟ بتبين السارق ان كان سرق ولا لا، المغتصب ان كان اغتصب ولا لا، اللي عمل موقف ويستاهل عليه يعني مثلا ممكن يتسجن او لا. يعني تقدر تقول ان البشعة دي حلت مكان اقسام الشرطة والادلة الجنائية وابحاث الدي ان ايه. ويعني انت تقدر تقول هي حلت محل حاجات كتير قوي. وللاسف اللي يزعلك ان بيثق فيها رجاله بشنبات، راجل طول بعرض قاعد علشان صاحب البشعه ده يسخنها ويقول له طلع لسانك، فيطلع لسانه طول 2 متر، ويقوم لسعه 3 مرات على لسانه ويقول له ما تحركش لسانك وخد اتمضمض بشويه ميه، وصلى على النبي واقروا الفاتحه. ليه؟ لان البشعه هتقول كلمتها طلع لسانك يا ابني، فيطلع لسانه، فيطلع اللي سارق عليه الصلاة والسلام، فيقوم بعد كشف البشعة يقول لك ايه بقى اللي اتلسع من لسانه؟ انت سرقت، او انت بالفعل انت زنيت، او انت بالفعل اعتديت، او انت بالفعل كلامك صادق او مش صادق. يعني ده على حسب الست البشعة اللي هتقوله ولسعتها. فلسعة البشعة على اللسان هي اللي هتحدد الصادق من الكذاب، الزاني مش من الزاني، الكذاب من الصادق. تخيل 2026 راجل قاعد في امان الله وعامل حتة حديدة، وشوف الناس بتروح له من فين لفين، وشوف كشف البشعة ده بكام. يعني ممكن يوصل كشف البشعة ده لتمن دكاترة اللي ذاكروا واهاليهم صرفوا عليهم دم قلبهم ما بياخدوش كشف البشعة ده. فكروني بموقف زمان في بداية الألفينات، لو الناس تفتكر الشيخة نادية. الشيخة نادية دي اللي كان مكشوف عنها الحجاب، وهي اللي كانت بتقول اللي سارق سارق فين، وحط الحاجة فين، واتخذت فين، واللي قتل مين، وعمل ايه، وكل شيء. وناس كانت بتروح لها من أماكن لا تتخيل من جميع أنحاء مصر. وكشف الست نادية دي أنا أعتقد الست نادية عملت مليارات مش ملايين، لان الناس اللي راحوا لها وحكوا قال لك انت علشان تدخل لها اولا تطلع من بيتك الساعة 1 بالليل، وتسافر لها وتروح وتقعد دورك ممكن يكون تاني يوم الساعة 1 بالليل. تخيل يا جماعة، تخيلوا في مصر في 2026 البشعة هي اللي هتقول كلمتها. السارق، الكذاب، الخاين، ولا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم.